دفاع وهجوم، هذا كله راهو ديما العامل النفسي. وكما حكيت المره اللي فاتت ماتش الترجي الرياضي ديما اللاعب راهو يكون موتيفي اكثر. تقعد شنو هي الامور التكتيكيه كانوا ابليكي الاولاد اليوم، دونك لعبوا بالكدا حتى الكره في الفيلي، وهذاك هو الكرة اللي معناها سهله مع الدفاع مع الموتيفاسيون قدام جمهورنا. الحمد لله ان شاء الله هذايا اختيوه باهيه معناها انتصار ضد الترجي الرياضي باش يحلك معناها بيبان ضد المباريات الجايه ومرحله البلاي اوف ان شاء الله باذن الله. المباراه الجايه نسبيا مش تكون صعيبه، ممكن تستناو هديه من ساقية الزيت حتى تمشيو بثلاثه نقاط حوافز لمرحله التتويج. والله انا بالنسبه لي انا عندي تفكير اخر، انا نعرف باذن الله نزلني حضر المباراه نتاعي باش ننتصر، هذه اهم حاجه. ما نحبش ندخل في الحسابات، انا نربح والباقي يعمل ربي ذاك هو. النادي الافريقي في الفتره الاخرانيه حسينا كما كنت نحكي مع ذاكر قبل الماتش، حسينا تحسن كبير. وين التحسن هذا؟ شنو السبب نتاعو؟ شنو اللي صار؟ تروفيكات شنو؟ ما عنده حتى ما ثماش اسباب كبيره. رجال النادي وقت اللي يقفوا ورا الفريق الامور كل باذن الله تمشي. خاطر راهو مهم ياسر النادي نتاعنا، نحن تعرف معناها جمهورنا كبير ومسؤوليننا كبار. وقت نتلفوا على الفريق نلقاو معناها تجاوب مسؤولين، مدرب، لاعبين، وهذيك قوه النادي الافريقي الحمد لله. وبالرغم من الظروف الكل وتعرفوا معناها الصعوبات اللي تعدينا بها، بطوله عربيه، كاس افريقيا، التشكيك هذاك الكل، دونك شويه دخل في الملاعبيه فينا الكل حتى احنا كستاف الحمد لله خرجنا منه. هذا الكل يرجع للثقه، ثقه المسؤولين، ثقه الملاعبيه، والثقه اللي متبادله ما بين الناس الكل. والحمد لله ان شاء الله مازال مشوار، مازال برشا لعب، مازال مرحله البلاي اللي باش تكون اصعب من هكا ان شاء الله. شكرا ليك، يعطيك الصحه كوتش. شكرا ليك، نرجع لك دليل. شكرا ليك هدى على كل هذه الإضافات.